ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهاردة عاوزين نعمل فيديو مختلف، مش طريقة اكل، لا انا حابة اتكلم عن الاكل ده يعني بالذات. دي طبعا زي ما انتوا عارفين فرخة، يعني هي بتاعت 2 كيلو، وتبلتها تتبيلة بسيطة، وكل الستات الشاطرين عارفين ايه هي التتبيلة. ده مش موضوعنا، ولكن انا حابة يعني قبل ما اتكلم في الموضوع بتاعنا، انا بقطعها اربع حتت. ما بحبش اقطع حتت صغيرة عشان خاطر بتتحرق معاي بس. فوركين والصدر بقسمها برضو حتتين بس، وبتستوي حلو، بتبقى ماسكة نفسها. والكبدة والجونسة طبعا مش برميها خسارة، هحاول اشويها. لو اتشوت وبقت كويسة تمام، لا ما اتظبطتش في السوا ممكن نستغنى عنها. مستنية ضحكة، لا انا قلبت. ده طبعا فراخ مشوية يا حبايب. انا عايزة اقول فايدة الفراخ المشوي بصراحة حلو خالص، مفيد للي عاوز يعمل دايت. ليه مشوي؟ انا بصراحة، وكله طبعا عارف المعلومة دي مش جديدة، ان الفراخ لما بتتشوي بتنزل كل الدهون والشحوم اللي بتبقى في الفرخة. الشحوم والدهون دي لو ما نزلتش وساحت واحنا اكلناها هياخدها الجسم، هيستفاد بيها الجسم. وطبعا حتى لو ما حصلش سمنة، يعني واحد زاد وزنه، بتعمل في الكبد، يعني دهون على الكبد، ودهون ثلاثية، وكوليسترول، وتاني فطبعا بتجيب امراض فيما بعد، وبتقول معروفة، وتصلب شرايين، حاجات كثيرة. ابو ضحكة بيملهاني بس. فالحاجات دي مش لازم عشان انا مشتهية اكل فراخ، لا انا اعملها صينية في الفرن، انا اعملها في شوربة. ممكن بتنزل نص الدهون في الشوربة، ولكن الشوربة هاجي اشربها او هعمل عليها خضار، ملوخية او بامية او اي خضار، فهي كده يبقى انا ما استغنيتش عن الدهون. ولكن لما اجي اشويها زي كده، الدهون كلها بتنزل تحت في الشواية، وبالتالي مينفعش تتاكل، فبتترمي. فانا باخد الفرخة بعد ما تكون استوت، باخد اللحم بتاع الفرخة فقط لا غير، بدون اي دهون، وده صالحي وجسميا وجسديا وشكليا وصحيا، جميع بصراحة الفوائد. فأنا استسهل. ولو عاوزة شوية خضار، أنا ممكن أعمل شوية خضار بإيه مثلا، بحتة مرقة صغنونة، أو ممكن كل فين وفين. أنا مش لازم أعمل فراخ مشوية على طول، لا، يعني مثلا 3-4 مرات أشوي، ومرة أعمل شوربة، يكون وحشنا كده الخضار، ولكن مش على طول. أنا حافظ على صحتي، لأن الجسم لو إحنا ما حافظناش عليه أكيد بيسبب فيما بعد بيتدهور، بيحصل له طبعا الأمراض اللي إحنا قلنا عليها، وإحنا اتغنينا عنها كل الحاجات دي. فلازم يكون عندنا فكر ووعي. استني ضحك بس، فكر ووعي، عشان انا احافظ على صحتي وصحة اللي بحبهم، اولادي، بناتي، زوجي، اهل بيتي لو حد هياكل.
فلازم الواحد يخلي باله من الخطوة دي. مش كل حاجة انا اعرض اكل انا اعمل طريقته، ماشي اوكي، بس انا لازم اتكلم عن فايدة الاكل ده. فربنا يديني صحة وعافية على الجميع. وانا حبيت اقول كلمتين من محضراهم كده، ايه، حاجة سريعة مجهزتهمش ولا حاجة، وهوريكم بعد ما بيستوي خالص والدهون نزلت. هوريكم الدهون اللي بتبقى قاعدة في الشواية من تحت زائد الفرخة بيبقى شكلها ايه، وطبعا بيبقى طعمها احلى. بأمانة احلى طعم في الفراخ المشوية، احلى من لما تكون مستوية في الفرن، واحلى لما تبقى مستوية مثلا في الشوربة وبعدين احمرها او اي اكلة تاني. اهم حاجة ننزع الدهون منها. استني ضحك بس نسيبها نص ساعة او اكتر شوية، وارجع اوريكم الدهون اللي في الشواية تحت قد ايه. شكرا لكم، باي. بصوا انا حابة اوريكم الدهن بصراحة قبل حتى ما يستوي، لاني بص احنا لسه يعتبر في ربع السوا مش كله. بصوا شايفين ازاي الدهن بينزل. انا حاطه في الميه شويه بصله مقطعاها وشويه بابريكا كده، لا مش بابريكا ولا جنورة، مش مكتره يعني مش حاجه. شايفين الدهن بينزل ازاي؟ بصوا شايفين ده يا حبايبي اللي انا بقول لكم عليه. ركزوا شويه، شايفين؟ استني ده، شايفين؟ بصوا شوفوا الدهون دي كلها بتنزل من الفرخ. لو احنا معانا ما شوتهاش دي كلها بيستفاد بيها الجسم، ومش هيستفاد، ده بيأذيها. شايفين؟ فربنا ينعم عليكم يا رب الصحة والعافية. وبرضو لما اخلصها خالص هوريكم الدهون، عشان انا مش عارفة ارفع الشبكة بتاعت الفراخ. هوريكم قد ايه الدهون قاع الشواية. بس انا طبعا بحطها بعد ما بغسلها، رفعتها. شايفين؟ لا بعدين لما تستوي، عشان الدخانة بتاعت سخونة الشواية يبان اكتر. انا طبعا زي ما قلت لكم مش بحب اقطع الفرخة كتير، وبحب ان اقطعها 4 حتت بس تبقى ماسكة نفسها. ممكن استغنى عن الجناح بعدين، لاني معايا ضحك بتحب الجناح. بس فحوريكم يا اصحابي بعدين الدهون اللي قاعدة في الشواية تحت بعد السوا. رجعت لكم يا حبايب قلبي مرة تاني. تقريبا استوى هو الفراخ، ما خدش وقت كتير، يعني ساعة تقريبا. بصوا انا دلوقتي انا مش عايزة اوريكم يعني ايه ان هو استوى او ما استواش او اخد ايه وقت. احنا موضوعنا عن الدهون اللي انا عاوزة اوريها لكم بعد ما تشوي فراخ. تمام؟ ثواني كده مسكنة. بصوا يا اصحابي، شايفين اللي بيغلي ده؟ ارفعي كده ده، شايفين اهو. هي سخنة دلوقتي، انا عشان ايه؟ عشان شديت الفيشة دلوقتي على طول. شايفين اللي بيغلي ده الزيت اللي هو الدهن اللي نازل من الفرخة. شايفين؟ لا طبعا يضحك من فاشتك. شايفين؟ هو مش واضح، بس ايه، انا قدامي على الطبيعة واضح جدا. شايفين؟ هو ايه، مختلط بمية.
لا طبعا احنا ايه بنقول ده بيسبب امراض كتيرة، وبيسبب سمنة، وبيسبب سمنة، وبيسبب امراض في الكبد ودهون، حاجات اللي قلناها في الاول كتير. بس فاحنا مش حابين ده يحصل لينا، ومش كل يعني احنا مش دايما بنقول نشوي، لا احنا كل فين وفين يعني نعملنا اكله كده، ناكل الفرخه بالخضار بتاعها، لكن مش دايما، لان صحي جدا الفراخ المشوي. بس وربنا يحافظ عليكم كلكم. بحبك ماما، طعمه لذيذ وطعمه لذيذ يا ضحكة، وشفاكم الله وعافاكم، وشكرا عشان بتدعمونا، وما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا اللي بيدعمنا، وشكرا اللي بيشترك في قناتنا وعشان تضحك وتستفاد. باي باي.